السلام عليكم. فيديو النهارده هنتعلم ازاي نعمل المشربية. طبعا واحدة من اشهر معالم فن العمارة الاسلامي المميز والجميل جدا، واللي كان بيستخدم خامات بسيطة زي الخشب. احنا كمان هنستخدم خامات بسيطة جدا وسهلة في صناعتها، خامات بسيطة فعلا يعني مش اي كلام. وزي ما شايفين كده عملتها داخل برواز خشبي او اطار خشبي عشان تتعلق على الحائط كديكور منزلي زي البراويز اللي موجودة ورايا دي. وكمان عملتها بتنور وتطفي عشان لو حبينا نستخدمها كإضاءة خافتة بالليل. اعملوا الاشتراك في القناة ويلا نشوف هنعملها ازاي. انا عبد الحميد ودي قناتي لتعليم الاعمال الفنية. أول حاجة بدأت بالرسمة دي الرسمة المخطط يعني بتاع المشربية، هسيب لكم لينك ليها في الوصف. بعد كده جبت الكرتون اللي هو السمك الواحد مللي جايبه من ظهر سكتش رسم، وبعدين هستخدم بقى أنواع مختلفة من الخشب، الأقدام بتاع الشيش طاووق الكبيرة العريضة دي، وكمان المدورة والخشب بتاع القهوة عصيان القهوة. هستخدم في الأول الخشب اللي هو العريض الطويل، هقيس بقى في الصورة اللي كنا راسمينها مقاس كل خشبة، وبعدين هقطع على المقاس ده. هنا كانت 17 سنتي، ودي هعملها القاعدة بتاعة الواجهة بتاعة المشربية. وبعدين هلزقها في الكرتونة من تحت بالسوبر جلو. ودي الطريقة اللي بقيس بيها، بحط المسطرة وبعدين بحط قطعة الخشب جنبها وأعلم على المقاس المظبوط، وبعد كده بقصها بالقصافة دي أو بأي حاجة. هنا بعمل الأربع عوايم بطول 16 سنتي كل واحدة، بعد كده هلزقهم مكانهم. ولازم ناخد بالنا إن الزوايا تكون ما بين كل قايمة والقاعدة تكون 90 درجة. بعد كده هستخدم المسطرة، هي عرضها 3 سنتي، هستخدمها في النص عشان ألزق وتكون كل حاجة مساوية. عملت في ناحية والناحية التانية زيها. وطبعا هقفل ده بقى من فوق بقطعة زي القطعة الأولى خالص، وأقص الزيادات اللي بره دي بالمشرط. وطبعا القص هنا سهل خالص بالمشرط، احنا بنقص في كرتون يعني. بعد كده هستخدم نوع تاني من الخشب وهقص برضو على المقاسات المظبوطة. هحط أول واحدة بحيث إن هي تكون واقفة كده على سفة. إن هنا بقى بحاول أعمل ديكورات وشكل للظرف اللي هتبان بعد كده. بعدين برضو بقطعة تانية من الخشب هحط حتت برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده التصميم اللي جه في دماغي، وطبعا تقدروا تغيروا على حسب الخشب المتوفر عندكم. بعدين قست 3 سنتي، انا زي ما بقول لكم ببص على الرسمه وبقيس المسافه اللي انا راسمها، وبعدين بعلم يعني علمت على بعد 3 سنتي وبعدين كمان فوق 2 سنتي. وبعدين هحط قطع خشب بالمقاسات، وبعدين هكمل فوقهم بنفس الطريقه. بعد كده خدت مقاس 7 سنتي من اخر واحده لزقناها، وبعدين هلزق فيها خشب. المشروع ده انا شفت فنانه اعتقد كولومبيه او حاجه عامله حاجه زيه، وقلت عيب علينا يعني تكون هي عامله حاجه من فن العربي الاسلامي واحنا يعني قاعدين كده، فقررت ان انا اعمله. بعد كده بقى في الجزء اللي هو في النص خدت مسافة 2 سنتي من كل طرف، وبعدين حطيت قوايم كده عشان أعمل 3 ضلف هنا في النص. بعد كده هفرغ الأجزاء اللي بعلم عليها دي بالمشرط. هسيب بس الجزء اللي تحت في النص ده، همشي بيه المشرط كذا مرة كده على كل خط، وبعدين هفرغهم. على ما أكمل بقى تقطيعهم، يا ريت ما تنسوش اللايك للفيديو بيفرق معايا جدا. عشان ده يبقى شكل الوجه النهائي. بعدين الأماكن اللي فوق دي خدت العلامات في النص من العرض بتاعهم والطول. وبعد كده هرسم الأشكال اللي انتوا شايفينها دي، أشكال مميزة دايما في العمارة الإسلامية، شكل القبة كده. وطبعا خدت العلامات عشان يبقى الشكل سيمتري، احنا بنرسم بالإيد. وبعدين هفرغ الأماكن الداخلية دي برضو بالمشرط زي ما عملنا قبل كده. هنحتاج بقى نملى الفراغات دي، وعشان كده استخدمت الأطباق البلاستيك دي أطباق أنا جايبها بأشكال مختلفة، مضرب دبان وطبقين كل واحد فيهم شكل ومقاس مختلف. هقص الأرضية دي بتاعة الطبق بالمشرط، وطبعا برضو بتتقص بسهولة يعني وبلاستيك خفيف. اخد القطعة دي واقيس مقاس الضلفة الكبيرة اللي هي في الجنب من الناحية دي ومن الناحية التانية. بعد كده هقص على القد اللي انا علمته ده بالمقص. وبعدين هستخدم السوبر جلو في اللزق، ولو السوبر جلو ما نفعش لوحده هستخدم معاه الباكنج صودا. لكن انا لقيت ان السوبر جلو كويس جدا وبيلزق بسرعة في البلاستيك ده.
لكن لو عاوزين تأكيد برضه باحط نقطتين كده من السوبر جلو، قبل ما ينشف باحط عليهم البيكنج صودا أو اللي هي البيكربونات الصوديوم، بتعمل جل قوي جدًا وبينشف في ثواني وبيبقى قوي جدًا فعلًا يعني. وهاعمل برضه الناحية التانية زيها. أمّا الجزء اللي هو فوق هاستخدم الطبق الأبيض ده، قطعت برضه الأرضية بتاعته وقطعت حتة على قد المقاس. زي ما أنتم شايفين الرسمة بتاعتها مختلفة، صغيرة وبعدين ماشية بشكل قطري كده. هالزقها فوق بنفس الطريقة، وطبعًا هاقفل برضه الجزء اللي هو الأخير ده. بعدين هاستخدم البتاعة دي، أنا مش عارف إيه هي، تقريبًا زي مفرش كده أو حاجة، لقيت فيها فتحات شكلها برضه مميز، فقُلت يعني عشان نعمل تنوُّع، قطعت حتة منها على قد المنطقة اللي في النُص، وبعدين برضه هالزقها بنفس الطريقة. أمّا الصف اللي تحته هالزق فيهم من الطبق الأبيض. وأخيرًا المربعين اللي تحت دول هاستخدم مضرب الدبان، برضه الفتحات بتاعته شكلها مختلف وأكبر شوية، عشان ده يبقى شكل الواجهة. وبعدين كمان عملت ضلفتين بقى في الجنبين بنفس الطريقة بتصميم كده عشان أكمّل بيهم الجدران بتاعة المشربية. بس قبل ما ألزقهم في بعض هاعمل شوية ديكورات كده للواجهة، قطعت قطع من العصيان بتاعة الشيش طاووق اللي هي السميكة شوية. بعد كده هالزق على العمود الوسطاني بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وكمان هاستخدم علبة الخرز اللي قدامكم دي، فيها خرز بشكل مختلف، بتاعة البنات بيعملوا بيها إكسسوارات وحاجات زي كده. هاستخدم أنا الأجزاء اللي بالشكل دي، عجبني شكلها، وبعدين هالزقها على العمود الوسطاني كده جنب بعض في المنطقة اللي هي في النُص. باحط نقطة من السوبر جلو وبعد كده بانزّلها وبتلزق على طول في نفس الوقت. عملت 6 قطع، وهاعمل طبعًا الناحية التانية زيّها، وبعدين هاكمّل من فوق بنفس العصيان بتاعة الشيش طاووق. واستخدمت كمان قطعة من خشب الMDF سميكة شوية حوالي نُص سنتي أو حاجة، وبعدين صنفرتها من الجناب كده، قصيتها على قد الحتة اللي في النُص. بس قبل ما ألزقها هاستخدم المبرد اللي قدامكم ده، وبعدين هانحت فيها في النُص كده على أساس إن هي 3 قطع خشب جنب بعض. هاعملها لحد ما يبقى شكلها بالمنظر ده، وبعدين هالزقها مكانها برضه. كمان عملت لها قطعة كده مربعة من الكرتون أو الخشب هالزقها. وأخيرًا هاحط عليها خرزة في النُص زي الخرزة اللي استخدمناها قبل كده. بعد كده هالزق بقى القطع في بعضها، حطيتهم جنب بعض كده بحيث إن الزاوية بينهم تكون 90 درجة، وبعدين هاثبتهم بالسوبر جلو بيلزق بسرعة، وهأكد عليهم من جوّه بالشمع عشان تبقى اللزقة قوية. وعاوز بس أفكّركم اللي حاسس إن الفيديو مفيد بالنسبة له ما ينساش اللايك للفيديو، هيفرق معايا كتير جدًا. وعشان أعمل القاعدة هاستخدم الفوم، الواحة الفوم اللي هي سمكها نُص سنتي، هاحط عليها كده المشربية، وبعدين هاعلّم الجزء اللي تحت ده وهاقصه بالمشرط، وبعدين هالزقه وقبل ما أعمل السقف هاستخدم قطعة برضه من عصيان الشيش طاووق دي، قصيتها على المقاس، وبعدين هالزقها هنا علشان تبقى شكل جمالي يعني. عملت طبعًا في الناحيتين، وبعد كده هاركب السقف بنفس الطريقة اللي فاتت. بعد كده هارجع تاني لعلبة الخرز، هاستخدم بقى الخرز اللي هو على شكل العساكر بتاعة الشطرنج دي بس شكلها مختلف شوية. بعدين بالسوبر جلو هالزقها في العمود اللي في النُص ده من تحت ومن فوق. الطريقة الأسهل إن أنا أحط نقطة من السوبر جلو كده، وبعدين أحط عليها الباكنج صودا، وهتشوفوا دلوقتي حالًا إن هي بتلزق في نفس اللحظة. عملت برضه فوق. وعشان أغطي الفجوة اللي شكلها مش حلو دي فوق وتحت، هاستخدم القماش ده، أكيد أنتم عارفين شكله، مش فاكر بصراحة اسمه إيه، أو مش متأكد يعني اسمه، بس أنتم أكيد عارفينه. هاتنيه على بعضه كده 3 تانيات عشان العرض يكون مناسب، وبعدين هاقطع القطع بالمقاس المناسب وأحطها على المكان، وبعدين هاسقسقها كده بالسوبر جلو هتمسك في بعضها، وبعدين هتمسك كمان في الخشب اللي تحتها. طبعًا بعد ما يتلون هيبان كأنه خشب منقوش زي بتاع الأنتريهات كده. هاقفل بقى كل الأماكن اللي محتاجة تتقفل دي عشان يبقى الشكل كده. وكمان لزقت خرزتين فوق شكلهم مختلف شوية في الزوايا. بعدين عملت القطعة دي كأنها الخشب اللي هتبقى مسنودة عليه المشربية، طبعًا عارفين برضه شكله بيكون عامل إزاي، وهاقول لكم هيتعمل إزاي دلوقتي. استخدمت الإيفي فوم اللي هو الفوم اللي هو الطري ده، بعدين خدت قطعتين منه ولزقتهم في بعض بالسوبر جلو عشان عاوزه يكون سميك شوية، أنتم عارفين الخشب بتاع البيت بتاع زمان ده كان سميك جدًا. وبعدين رسمت عليه الرسمة دي، رسمة بسيطة خالص وهاقصها بالمشاط.
عشان يبقى المنظر بالشكل ده. بعدين هاستخدم سِن قلم رصاص ما يكونش مبري كويس، يعني يكون عريض شوية. بعدين أضغط كده بيه على أساس إن أنا أفصل ده كإنه لوح خشب لوحده يعني. وطبعًا الضغط ده بينحت فيه الفوم. هانحت برضه فيه خطوط كده عشوائية زي ما أنتم شايفينها كده، عشان أعمل شكل الخشب اللي هو القديم، شكله كرتوني أكتر شوية، بس دي الخامة اللي كانت متوفرة عندي. بعدين هاستخدم المبرد الدائري ده وأضغط على الزوايا عشان أدّي لها شكل دائري شوية، عشان يبقى شكل القطعة كده. وعملت منها طبعًا 3 قطع. واستخدمت تاني ألواح الفوم بمقاس 34 سنتي في 30 سنتي، هاستخدمها عشان أعمل الحيطة اللي ورا. أنا حطيت المشربية بتاعتنا بالخشب، وبعدين قِست كده لقيت دي المقاسات المضبوطة. بعدين هاعلّم مكان المشربية، عشان بقى أحوّل الحيطة لشكل طبيعي شوية. هاعمل خليط من الغيرة الأبيض عليه شوية باكنج صودا، وكمان ضِفت شوية نشارة خشب ناعمة بس ما صوّرتهاش. بقى الخليط بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده بسكينة الرسم دي هابدأ أفرده على الأماكن اللي هي أنا علّمتها، الأماكن اللي برّه. المربع اللي في النُص ده مش هاستخدمه، مش هاحُط عليه يعني. بعد ما خلّصته بقى هاسيبه ينشف، هياخد حوالي ساعتين أو حاجة زي كده. هنبدأ بقى التلوين. استخدمت لون أكريليك بُني غامق. بعدين حطيت عليه شوية غيرة أبيض وخلطتهم في بعض كويس. الغيرة طبعًا مهمة في أول طبقة. بعد كده هالوّن بيه المشربية بتاعتنا كلّها. ده اللون الأشهر يعني في المشربيات بتاعة زمان. ألوّن كل فتفوتة فيها اللون ده، حتى برضه الفتحات اللي ما بين الخرز استخدمت فرشة صغيرة ولوّنتها، وبعدين هاسيبها تنشف. وكمان لوّنتها من جوّه عشان الخشب اللي إحنا عاملينه اللي هو البلاستيك ده ما يبانش. أمّا الحيطة هالوّنها بلون بيج، هالوّنها كلّها واسيبها تنشف برضه. وعشان أعمل إضاءة استخدمت بطاريات اللي هي الجاهزة دي اللي فيها الإضاءة. هتوفّر علينا وقت بدل ما نقعد نلحم سلوك وحاجات زي كده. هالزقها طبعًا جوّه، وأنا لزقتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده الشمع. لزقتها في أماكن مخفية عشان الإضاءة ما تبانش، مجرد بس إن هي تدّي لنا إضاءة جوّه. بعد كده بقى هالزق المشربية في الحيطة. طبعًا زي ما أنتم شايفين عملت فتحة كده في النُص عشان أعدّي منها البطارية والسلوك. هالزقها بالشمع وأأكد عليها كويس جدًا. وبعدين هالزق الخشب اللي عملناه مكانه. هاحط أول خشبة كده بحيث إن هي تكون في النُص. وبعدين هالزق الخشبتين التانيين برضه، نقدر نلزقهم بالسوبر جلو أو بالشمع، بس نحط شوية شمع صغيرين عشان ما يطلعش من الجوانب ويبقى شكله مش كويس. بعد كده بقى هاعمل تأثير العوامل الجوية بطريقتين. أول حاجة ده لون بني مخفف بيه المَيّة، شوية بس لون في المَيّة. بعد كده هادهن بيه الحيطة وهامسحه قبل ما ينشف. ده هيوسخ الحيطة كده ويحسسنا إن هي حيطة قديمة مستخدمة. هيبان التأثير بعد شوية مقرّب الصورة. هاعمل كده في كل الحيطة، وزي ما أنتم شايفين كده هتلاقوا الفرق ما بين المكان النضيف والمكان المتوسخ. بعد ما خلّصت أول طبقة هاستخدم برضه نفس الغسول بتاع الأكريليك ده، وأعمل الأماكن اللي تحت شوية عادةً بيكون فيها تأثير عوامل جوية أكتر. بعد كده غمّقت اللون بشوية من الأسود، وعملت الخطوط اللي هي بتكون بتاعة المَيّة اللي بتنزل من تحت الخشب اللي موجود ده. غمّقت الحتة اللي تحت المشربية أكتر من غيرها شوية. أمّا بقى بالنسبة للمشربية نفسها فهاستخدم صبغة القماش اللي موجودة دي، هي اللي كانت عندي عاملة زي التراب الناعم كده. طبعًا تقدروا تستخدموا الألوان اللي هي الباستل لو عندكم يعني، بس هي مش متاحة عندي حاليًا. هاستخدم فرشة زي اللي وريتها لكم دي من شوية، وبعدين أحط عليها شوية من البودرة دي، وبابدأ إن أنا أفردها كده في كل الأماكن. زي ما أنتم شايفين بتدّي لها إحساس كده كأن في تراب قديم أو حاجة زي كده يعني، تأثير كويس أوي على الخشب. بعدين عملت بقى البرواز اللي موجود ده. طبعًا ما صورتوش، أنا مش محترف خالص في أعمال الخشب، مجرد بس إن أنا لزقته ببعضه وعملت فيه فتحة من ورا عشان نقدر نعدّي منها البطارية. وطبعًا قفلت الجزء اللي ورا بمسامير بس عشان لو حبيت أغيّر حاجة. هنعدّي البطارية، وبعد كده بالشمع هالزق بس على الجوانب عشان لو حبيت أشيلها بعد كده أو أعمل أي تعديلات في الإضاءة أو حاجة. وطبعًا بالنسبة للقطعة بتاعة البطارية أنا لزقتها ورا برضه بالشمع. لزقتها بحيث إن يكون الزرار بتاعها بارز سِنّة كده من ورا عشان لو حبينا بقى نقيد أو نطفي زي ما أنتم شايفين كده. وآخر حاجة عاوز أوريها لكم، لو حبينا نعلّق البرواز ده على الحيطة بنستخدم قطع معدن هتشوفوها دلوقتي حالًا. بنلزقها في الناحيتين قبال بعض، وبعد كده بنشد ما بينهم سلك، وبعد كده بيتعلق على أي مسمار في الحيطة، وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. بس هاوصيكم بقى اللي عجبه الفيديو ما ينساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة.
تقدروا تتفرجوا برضه على المحتوى القديم إن شاء الله هيعجبكم وتستفيدوا منه جدًا. أي حد مهتم بالأعمال الفنية لسه عندنا مشاريع كتير، يا ريت تعملوا شير مع أصحابكم اللي عاوزين يتعلموا النوع ده من الأعمال الفنية، وأسيبكم مع النتيجة النهائية. سلام.